حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. طبعا احنا في الشتاء، ودي اكلات الشتاء، وده خضار الشتاء. فطبعا البطاطا اليومين دول كتيرة قوي في السوق لان ده اوانها. النهارده هنعملها بطريقة حلوة معروفة يعني، بس هي طريقتها حلوة عن التقليدي شوية. انا معايا هنا كيلو بطاطا، وعلى فكرة يا جماعة انا بحب اكل البطاطا نية قوي. انا مش عارفة ايه الحكمة في كده، بس بحب اكلها نية قوي. يمكن ما بقدرش اكلها مستويه زي ما باكلها نيه. آه مش عارفه كنت هقول لكم ايه، بس ايه. دلوقتي انا معايا كيلو بطاطا، غسلتها وقشرتها وقطعتها كده حلقات زي البطاطس، وكمان غسلتها تاني. فهحطها هنا في حله. حطيتها كده في الحله معايا اهي. هنزل معاكم بمعلقتين سكر حلوين كده. انا مش عايزه اكتر فيها السكر لان لسه في خطوه تانية هعملها، فانا مش عايزه السكر يبقى كتير فيها. تمام، ادي معلقه ودي التانية اهي، بس عشان تديها تهز كده بس حلو. وهنزل بنص كوبايه ميه علشان هوطي عليها النار واسيبها تستوي كده مع نفسها اهو. نص كوبايه لحد ما تستوي، وبعدين ايه، مش هحط لها يعني ميه تاني. انا حطيتها اهو على النار، هسيبها بقى ايه، اول ما تغلي اروح موطيه عليها واسيبها تستوي مع نفسها كده بالراحه، عشان خاطر ما تتلسعش مني من تحت. فانا هوطي عليها النار. لو حابه تشويها حطيها في صينيه ودخليها الفرن. ولعي من تحت. ولما تستوي ارفعيها على الرف اللي هو اخراني كده، وشغلي المروحه لو عندك مروحه، وهي هتاخد دور. انا دلوقتي ايه، عشان اسهل على نفسي انا هوطي عليها، يعني لما تغلي هوطي عليها النار واسيبها تستوي هنا على البوتاجاز. بصوا هي مش متحمله اصلا، بعد ما اتسلقت اهي استوت جدا اهي. بصوا اصلا يعني انا لما بقلبها بس اهي بتتهري معايا. تمام، هنزل بمكعب زبده هنا كده عشان تطعم لي البطاطا بتاعتي، وهسيبها تسيح فيها. انا لسه ما ولعتش النار عليه. هنزل بمعلقه كبيره كده نشا هرميه، دي عشان معلقه صغيره فانا نزلت باتنين. تمام، عشان انا عايزاها تقيله شويه. هنزل بفانيليا، وهنزل بمعلقتين سكر. هنزل بقى بالسكر بتاعي، لو انت بقى ايه حسب يعني ده حسب الرغبه. ادي معلقه، انا مش عايزاها مسكره قوي، بحب الحاجه تبقى ايه مظبوط سكرها يعني. ادي التاني. لو عندك بقى سكر بتاع ده لبن بودر حطي، لو عندك كريم شانتيه حطي، المتاح عندك حطيه. هولع بقى كده النار على اللبن بتاعي، وهقلبه واحده واحده كده لحد ما تتقل معايا. بصوا بقى يا حبايبي، انا خلاص عملت البشاميل اهو. ده البشاميل الحلو. بصوا هو ولا خفيف ولا تقيل، وللامانه انا حطيت معلقه دقيق مع الخليط اللي انا حطيته قبل كده. هنزل بشويه صغيرين على البطاطا. تمام، هنزل بحبه كده صغيرين علشان الخليط يبقى ايه، ليه طعم كده كريم، يعني يبقى دي طعم كريم. على فكره هي كده والله تتاكل لوحدها، يعني هي كده تتاكل. والسكر ده بقى حسب الرغبه اللي انت حباها. هنا انا معايا طاجن اللي احنا هنحط فيه مدهون سمنه بلدي. بصوا انا كده وزعتها اهي على الصينيه، وهبتدي انزل بالبشاميل بتاعي كده وبالراحه وانت بتحطي، عشان ايه الوش بتاعنا ما يبص. هسيبها بقى تهدى معايا لحد ما الوش ده يتشمع. ولو عندك عسل او سيرب تقيل او اي حاجه هتديني بس الوش وندخله الفرن. بس هي كده خلصت معايا البطاطا اهي. انا حطيت على الوش كده عسل، ممكن تحطي سمنه وعسل هيديكي لون حلو قوي. انا كده جاهزه ان انا ادخلها الفرن تحت الشوايه. البطاطا في ثوبها الجديد. طبعا احنا خلصنا كده وخرجناها من الفرن، تحفه وطعمه وجميله ان شاء الله. بس تهدى شويه، وكمان اقطع لكم حته منها عشان تطلع مظبوطه واوريها لكم. طبعا الشتا عايز الدفى، ومفيش احسن من الحاجات اللي هي الشتويه الجميله اللي تدفينا بجد، من غير دفايه ومن غير اي حاجه. ان شاء الله تاكلوها في الهنا وبالف هنا وشفا. يا ريت ما تنسوش الاشتراك والدعوه الحلوه اللي بتفرح قلب ام وليد والكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.